شكلها فتحوا كنجي لاصحابها. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الطاقة الإيجابية يا جماعة، بادئين المدرسة من بالليل. تمام، هنبدأ معاكم النهاردة إن شاء الله روتين أول يوم مدرسة. عايزاكم كده تعيشوا معايا، وخصوصا إن هي مرحلة جديدة بالنسبة لي. دي يا جماعة رايحة أولى ابتدائي، فبالنسبة لي مرحلة جديدة بعيدة خالص بقى عن كيجي والجو ده، فربنا يعيننا ويقوينا. فأنا هبدأ اليوم معاكم من بالليل. بصوا احنا لسه بالليل، فهنبدا كده روتين من بالليل، ليله المدرسه، لحد ما ان شاء الله نروح المدرسه على خير. فان شاء الله يبقى فيديو حلو ويبقى ذكرى حلوه ليها كده لما تكبر تشوفه. فعايزه دعمكم ولايكات حلوه قوي للفيديو ده وكومنتات حلوه، ويلا نبدا الفيديو. تعالوا بقى نبدا نستعد لليله المدرسه. طلعت كده دي البيجامه اللي هي هتلبسها بعد ما تاخد الشاور عشان تستعد كده وتنام. وطلعت لها كمان الطقم الداخلي، انا دايما بجيب لها اللي هو بتاع دايس. عايزه اقول لكم والله من احلى الاطقم اللي انا بجيبها لها. دايما بجيبه لها اللي هو بيكون شورت، لما بكون عايزه اجيب اللي هو ستايل البانتي اللي هو البيكيني بجيبه فرداني، ما بجيبهوش في اللي هي ست كده على بعضها. دي بصراحه بتبقى حلوه قوي. والبيجامه اهي، وكمان ده الشامبو اللي دايما بستخدمه لديما. مش دايما بتسالوني بتحطي ايه على شعر ديما، بستخدم لها شامبو بندولين. بصوا بقى ده الكريم اللي انا جبته لها للشعر. بصراحه اول مره اجيبه، انا دايما بستخدم بندولين بس كان خلصان، فجبت لها الماركه ديت. هو بزيت الارجان والجوجوبا ومجموعه كده ايه من الزيوت حطينا هنا. فان شاء الله يبقى كويس معاها. في جوجوبا، في كرياتين، جوز هند، افوكادو، زيت زيتون، خلاصة الصبار، فيتامين هاء وبانسينول، ومش عارفه الاولانيه دي اللي هي ايه، الارجينين تقريبا. فهو شكله كده كويس. انا فتحت العلبه، بصوا من جوه شبه بتاع بندولين، فقلت خلاص هجربه. وريحته كمان حلو، عجبني ريحته. فبس نستعد بقى وناخد الشاور بتاعنا. تقعدي في الباص معاهم؟ طب دول اصحاب الباص، فين اصحاب الكلاس؟ بس هنقعد انا وانتي نتفرج على فيديوز يكون فيها تسبيحات حلوه، ونعمل ايه بكره جديده للمدرسه. خدها افتكري قومي او لا 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 لسه لحد الجاي. والله تاخد اجازه. تخيلي هتقعد اجازه واحنا لا. فين المقص ده؟ ايه الجميل ده، ايه القمر ده يا خلاصي. والنبي في حد عسل وحلوه كده. ايه الضوافر الحلوه دي حلوه كده. ايوه. ناقص حاجه تاني؟ لا. قولوا ايه يا جماعه، ايه رايكم يا جماعه في القمر بتاعي ده؟ يا خلاصي يا خلاصي يا كتكوت يا دودو. ايه رايكم يا جماعه في المتشرد بتاعي ده؟ ده متشرد. يعني ايه؟ يعني عايز ايه؟ ايه عايز ايه؟ حد فاهم حاجه؟ باي انت بتعملهم وبتسقف لهم كمان. يا اختي سموله بصي لهم باي باي يا اصحابي. بص يلا روح اقعد هنا، يلا امشي. بس انا دلوقتي هجيب لكم مفاجأة. اول حاجه هنبدا. بصوا يا جماعه نجهز الحاجه بتاعه المدرسه لبكره. تمام يا عم اقعد في حته بقى سيبنا. تعالوا يا اصحابي عشان نوريك الشنطه الجديده. يس. بصوا يا جماعه دي عايزه توريكم الشنطه الجديده اللي هي اشتريتها. وريهم يلا يا دودو. غمضوا عيناكم. غمضوا عينيكم. واو، ايه الشنطه الحلوه دي؟ شكلها كيوت قوي يا جماعه الشنطه دي اختيار ديما. وريهم الشنطه. ايه رايكم؟ قوي. شكلها كيوتة قوي. بصوا يا جماعه ديما من اول ما خدنا الاجازه وبتقول لي يا ماما انا عايزه شنطه جديده للسنه الجايه ويكون عليها
رسمه جديده ومختلفه وبتاع، ف يعني ما ينفعش دي ما تطلب حاجه يا جماعه واحنا نقول لها لا. المهم جبنا الشنطه دي من عند لولي بوب، بينكي لولي بوب، اللي كنت جايبه من عنده الشنطه بتاعه جولدن باج في كيجي، بس كانت جولدن باج كنت جايبه الست على بعضها والترولي وكده، فاحنا قلنا نجيب حاجه جديده، وهي ما كانتش عايزه الترولي، عايزه تلبسها في ظهرها. تقول لا انا كبرت، انا عايزه البس الشنطه مش عايزه اجرها. بصوا وريني. هما كده كده هيشوفوها الصبح بقى بلبس المدرسه. بقى وريني. واو 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 واو، ايه الشياكه دي؟ رايحه فين؟ رايحه المدرسه؟ كمان عيناكم فتحوا. يا خلاصي. بصوا يا جماعه اللانش باج بتاع ديما، كانت عايزه لانش باج سكوير عشان هي مش عاجبها اللي بتاعها، عشان اللي هو السوسته لحد النص ده، هي كانت عايزه اللي هو بيتفتح كده كانها مسافره، يعني شنطه سفر. فبصوا هي الماركه نضيفه برده، بطانه من جوه زي ما انتم شايفين كده، عشان لو حاطه اكل يحفظ درجه الحراره بتاعته. وكمان عجبني فيها كذا حاجه، فيها من هنا سوسته، الحته دي هنا حلوه، سوسته تحط فيها حاجه. لو في حاجة في كانتين احط فلوس في الشنطة. حط الشنطه هنا لو عايزه تاخدي الشنطه بس دي. وهنا يا جماعه برده في جيب من هنا، وهي متبطنه وحلوه قوي، وجراب من هنا عشان لو عايزه تحط تعلقيها في اللي هو الترولي بتاع الشنطه بتاعت المدرسه. وبس. وفيها من هنا برده جيبين. دي اللانش باج الجديده. كمان عيناكم غمضوا عينيكم، دي ما شايفاكوا. ها فتحوا. واو. بصوا يا جماعه الشياكه ديما لما بتحب تطقم، هي طبعا اللي مختاره كل حاجه. ده الكوتش الجديد اهو بتاع السنه دي، اختاريته برده يكون فيه سيمون وابيض، هي طبعا بتحب اللون الابيض اكتر، فمبروك عليكي. واهم حاجه بصوا بقى دي، عشان هي بتطلع عيني في الرباط، ما بتعرفش تربطه لسه، فانا قلت بقى اجيب لها حاجه سكوتش كده، عشان الموضوع ايه الصبح كده عايزين ننجز. ماشي. مبروك عليكم ومبروك على الارض. جهزت لها كمان الفايلات اللي هتحط في الشنطه، طبعا مش هحط لها كل الكلام دوت على حسب الجدول، بس انا جهزت كل حاجه، كل فايل بالماده بتاعته، بالكشاكيل، بالجلاد، بكل حاجه، وحطيت الستيكر وكل حاجه. المهم ده كده الفايل بتاع الارت، والفايل ده بتاع اللغه العربيه، كل حاجه ليها علاقه باللغه حطيتها. فاضل بقى الكتب لما تيجي هتحط بقلب الفايل برده. ودوت بتاع الماس، كل حاجه لها علاقه بالماس محطوطه هنا فيه. وبرده الفايل الاحمر دوت للانجليش بكل الحاجات اللي مطلوبه منهم، ودوت للجيرمان. واخر حاجه دوت للساينس. فجهزت لها كده كل الفايلات. انا هديها فايل واحد بس بتاع العربي، ولما يجدوني الجدول هحط لها في الشنطه على حسب الجدول. حط الحاجه في الشنطه. حطينا ده، مش هنحط وده مش هنحط كله، هنحط بس الحاجه اللي هتحط في المقلمه. ماشي. الادوات المكتبيه نحطها معانا. دي الالوان الخشب يا جماعه اهي اللي انا جبتها بتاع فابريكاسل. يلا نحط الحاجه. يلا خدي حطي. ده الالوان، ده الالوان الرصاص. هتحطي هنا الالوان. نحط هنا الالوان الخشب الاول. امسكي حطي، انا اديكي وانتي حطي. يلا حطي. مستعجله قوي. مستنيه. هو بس يجي الساعه كام؟ هيجي الساعه 7:15. واو. يلا اتفضلي. انا هحطهم. طب يلا حطي. ده الاي دي هنخليه في الشنطه لحد ما تاخدي الاي دي بتاعك. ماشي. في الشنطه حطوا لك هنا في الاول. لا خليها هنا. فين؟ عشان البسهم. انت لسه ما خدتيش الاي دي، لما تاخدي الاي دي هحط لك فيه. ماشي. احنا هنخليها هنا تروحي بيه وخلاص. تمام. بعد كده خدي قلم رصاص، نحط قلمين رصاص عشان يبقى فيه ايه سبير، يعني عشان لو واحد ضاع او في حاجه مش متكسر او اي حاجه ما لقيتهوش، يبقى معاها ايه واحد تاني احتياطي. ماشي. حطي بقى القلم الرصاص هنا. خدي وناخد كمان رابر معانا، وادي الشاربر برضو. اتفضلي. جايبين استيكات كيوت. الناس تقريبا ما شافتش الفيديو. ماشي. الفيديو اللي فات كان فيه مشتريات الاشكال. بصي يا جماعه الاشكال كيوت ازاي، استيكات فظيعه. افتحوهم. افتحها لك. ماشي. بعد بكره اخد ده. تاخدي واحده بس ولا تاخدي اتنين؟ اتنين. طب هتاخدي شكل تاني ايه؟
امبريلا. ماشي، خدت شكلين كده. خلاص جهزنا المقلمة بالأدوات المدرسية اللي هي تبقى محتاجاها، وبس حطها في الشنطة. حطيها فين؟ ده هنا؟ ماشي، حطها في أول سوست. تمام. كمان هحط معاها في الشنطة طبعا مناديل ووايبس عشان يبقوا معاها استخدامها الشخصي. تعالوا بقى يا جماعة اوريكم شوية التوك الحلوين اللي انا جبتهم لدومي. بصوا، جبت لها اول حاجة طبعا فرشة، لازم فرشة جديدة مع بداية كل سنة جديدة، ده غير اللي بتيجي في النص كده في الاعياد والمناسبات وبتتكسر. وبصوا بقى التوك دي كلها اساتك، تمام. ودي برضو توكة. ماما كده بصي. نعم. اسمها ايه كده. يا سلام، عروسة ولا عريس؟ عريس. بصي دي كلها توك برضو اشكالها حلوة. دي اللي هي كليبسات كده من هنا. شيرومي ماي ميلون. شيرومي ماي ميلون. ماشي. واتي توك برضو تاني اساتك. وديت كليبسات برضو شكلها كيوت قوي. وجبت لها برضو شكل تاني كحلي، بما ان اللبس السنه دي فيه ازرق فجبت كده كحلي. ودي برضو استك. ويبصوا برضو الشكل ده نص ونص، النص ده كده استك والنص ده كده كليبسات، شكلها كيوت خالص خالص خالص. وجبت كمان دي ما بتنام، هتبدأ تنامي بتنام. وجبت كمان من دول صغيرين دول. وجبت توك استك برضو من دول. وجبت الشكل ده برضو حلو. وجبت الصغننين دول بقى عشان الضفاير والحركات اللي انتوا عارفينها دي. وجبت كمان من الشكل ده عشان بحب كده احطها لها من قدام. التوك دي كلها يا جماعه عارفين الناس اللي بتبيع في الشارع بيبقوا حاطين فرشه كده خشب، بيبقى عليهم كل التوك قدام محل داما اللي في العريش. قدام المحل على طول واحد في الشارع كده فارش عربيه وفيهم كل التوك والحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. اسعار التوك 15 ل 25، يعني 25 15 20 كده يعني. المهم كوليكشن حلو كده للسنه الجديده. المهم حلو التوك. فاضل ايه تاني؟ لا خلاص ما فضلش حاجه، احنا خلاص كده جهزنا الحاجه بتاعتنا، الشنطه والكوتشي والتوك وخلاص كده. ومستعجل عشان نمشي. يلا باي باي. باي باي. Good night. جود نايت. خلاص يا حلوين، جهزت لها الحاجه بتاعتها، حط لها الشنطه واللانش باج وهدوم المدرسه كويتها لها، وحط لها كوتشي وجهزت لها هدومها بحيث ان تقوم الصبح ان شاء الله تلبس. تعالوا بقى نستعد لللانش بوكس. دي مع عايزه في اللانش بوكس النهارده بانكيك، فلازم اعمله لها. حط بيضه، كيس فانيليا، بحط كوبايه حليب، وحوالي ربع كوبايه من الزيت. كمان هنحط سكر، حوالي 3 معالق كبار. وهحط كوبايه دقيق، بصوا كده البانكيك خلاص بقى جاهز. بصوا القوام بتاعه حلو ازاي. على طول انا بعمله كده ويبقوا مقفلاه بالغطا وبشيله دايما في الثلاجه. في اي وقت عايزين ياكلوا بانكيك في الفطار في العشاء في اي وقت بعمله لهم على طول. عايزه تعملي كميه ممكن تقعد معاكي 3 ايام في الثلاجه، ما بيبقاش فيها اي مشكله خالص وما بيحصلهاش اي حاجه. يا صباح الفل، صباح الورد، صباح النشاط. اصبحنا واصبح الملك لله. صباح الخير، النهارده اول يوم مدرسه. يلا اصحي، جود مورنينج.
عملت البانكيك كده وركنته على جنب يبرد بس شويه، وبعدين هعمل بقى الساندوتشات. عملت لها واحد لانشون وعملت لها واحد جبنه مثلثات. بصوا انا عارفه طبعا اللانشون مش حاجه صحيه، ولا برضه جبنه مثلثات حاجه صحيه، بس الناس اللي زي حالاتي كده اللي ولادهم بياكلوا اصلا الجبنه بالعافيه وما بياكلوش بيض وما بياكلوش الحاجات دي، فهيبقوا عارفين المعاناه اللي انا ببقى فيها. فانا بحاول اجبرها على موضوع الجبنه دي، يعني على قد ما اقدر، يعني احشرها لها كده هي والجبنه الرومي. الجبنه البيضاء ما بتحبهاش خالص، ولا القريش ولا الشيدر ولا يعني بصوا اي حاجه لها علاقه بالجبنه كده ما بتاكلهاش. فعملت لها اللانشون. طبعا برضو اللانشون مش بعمله كل يوم، يعني كده تفاريح مره مرتين في الاسبوع. وبنوع بقى، احاول كده مره لانشون مره جبنه مره رومي. مره بقى اعمل بانكيك بس مثلا وزبادي وفواكه. ممكن اعمل مثلا ناجتس وبطاطس. يعني بحاول كده يبقى في تنوع. طبعا الفواكه يعني قد ما تقدري حاولي كده يبقى في صنف او اتنين على حسب مقدرتك، حاجه تكون مفيده بالنسبه لهم. وطبعا الخضار برضو من الحاجات المهمة، خيار، طماطم، اي حاجة عندي كده من التلاجة واحدة كده ولا حاجة وقطعها لهم، هتبقى مفيدة. بص بقى البانكيك قطعت كده بالقطعات اللي عندي كده شكل نجوم. وجبت كده الصوص بتاع الشوكولاتة، ما عنديش شوكولاتة سبريد ولا حاجة، هو مش الصوص اللي بنحطه على كيكة كده من فوق. حطيتها لها كده ولزقتها لهم في بعض. الاشكال الكيوت ديت جميلة قوي عشان تعرف تاكل بيها الحاجة زي الشوك كده صغير. وبس اللانش بوكس بتاعنا بقى جاهز. خلاص يا جماعه بنجهز كده دمدومه، عملت لها اللانش بوكس. وايه البوتل جايبه كاندي لاصحابها عشان خاطر ترحب بيهم بقى اول يوم في المدرسه. يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح اول يوم دراسه. صباح الخير. صباح النور. متحمسه ولا ايه؟ بصوا يا جماعه دي ما جهزتها طبعا عشان خلاص الباص تقريبا شبه وصل، وعملت لها شعرها كده على طول. لفي كده شعرك. وايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم يا جماعه في الحركات اللي احنا عاملينها؟ ولبس الكوتشي وجهزنا الشنطه. يلا اتفضلي، يلا البسي، يلا البسي. تعرفي تشيلي ولا لا؟ طب البسي الشنطه الاول التانية. يلا روحي انا على الجميل، عقبال الجامعه يا رب. يلا امسكي اللانش باج بتاعتك. شطوره. وادي يا ستي البوتل فيها العصير وفيها الميه. تمام كده؟ تمام. يلا هتعرفي تلبسيها ازاي كده؟ تقيله على رقبتك. طب ما تشيليها الناحيه التانية كده زي الشنطه. يا عيني انتي محتاره في الشنط بتاعتك كده دي. كده احسن. هنحط بقى البرفيوم الحلو ده. جاهزة. دودو خدي بالك من نفسك، خدي بالك من نفسك. ماشي؟ هتوحشيني. يلا باي باي، في رعاية الله، مع السلامة.